بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك للنادي الاهلي. آه، بطولة جديدة ولقب جديد، ما اعرفش اذا كان 155 156 154، اللهم لا حسن يعني. الاهلي كل اسبوع بيكسب له بطولتين ثلاثة. ده مروان عطية مش عارف من يوم ما جه الاتحاد خد 11 بطولة. ده بيورينا مدى قوة وقيمة النادي الاهلي. ومش قادر افهم يعني ناس كتير جدا بتنتقد او تقول لك او تشكك في اسم النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي وعراقه النادي الاهلي، ما اعرفش برضه ليه. يعني في اوروبا ما حدش يقدر يشكك في ريال مدريد. ممكن يكون في المملكه الاسبانيه بيتكلموا دايما على ان ريال مدريد صاحب نفوذ وصاحب ما برضه صاحب تاريخ، صاحب نفوذ. برشلونه فرقه كبيره جدا جدا، فرقه من اعظم الفرق اللي موجوده على مستوى العالم. انما بت دايما التشكيك في الناجح، دايما التشكيك في الناجح. انا مش قادر افهم ليه. يعني بيحصل عندنا وبشكل مستمر. احنا لازم نتعالج نفسيا يعني لازم ان احنا نتعالج نفسيا او نتعالج فنيا او نتعالج اداريا. شوف الناس دي ناجحه ليه. الناس دي قبل منا ب 10 سنين ولا 15 سنه، بس عندهم ارقام بطولات محتاج مليار سنه عشان نعملها، ومش هنوصل لها لسبب بسيط، لان هم عندهم حاجه اسمها الاستقرار وحاجه اسمها الاستمراريه، وده مش موجود عندنا خالص. عشان كده لما نيجي نتكلم عن النادي الاهلي لازم نتكلم بشكل واقعي. واقعي ليه بيكسب بطولات؟ اذا كنت عاوز تنجح فعلا وعاوز تبقى فعلا اداري وعاوز تبقى رئيس مجلس اداره وعاوز تبقى نادي عنده بطولات ما عندوش تاريخ، لان الانديه المصريه كلها عندها تاريخ، لازم تبص الناس الاهلي بينجح ازاي. عنده نفوذ. ايه النفوذ اللي عنده؟ طب النفوذ في مصر؟ طب هل في افريقيا؟ ده نفوذ في افريقيا. طب هل في البطولات القاريه على كاس العالم مثلا لما يوصل مركز ثالث؟ في حاجات غريبه جدا بتحصل. زي ما حد لما يطلع ينتقد مثلا خالد بيومي على انه اتكلم عن النادي الاهلي، ايه الحاجه المنوره في مصر غير النادي الاهلي؟ منتخبنا من 2010 ما عملش اي حاجه، وصل فاينل مره مع كارلوس كولوش وهيكتور كوبر على ما اعتقد مرتين. ايوه، الاهلي وصل كام مره وكسب كام مره، ولازم نتكلم على الاهلي ونديله حقه. انا مش فاهم يعني ليه مثلا الناس تطلع تقول لك خالد بيومي بيطبل النادي الاهلي. هطبل ليه؟ هل انا محتاج ماديا يعني من النادي الاهلي؟ هل هيدوني حاجه؟ هل هم مثلا هيعينوني مجلس اداره؟ هيعينوني في النادي الاهلي؟ هيشغلوني في قناه النادي الاهلي؟ يعني حاجات غريبه جدا. طب قول لي نادي تاني في مصر ممكن يكسب بطوله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته في السنه هنتكلم عليه، انا موافق هتكلم عليه برضه. انما الفكره كلها الناس بتطلع تنتقد لمجرد الانتقاد. ده عجز. عجز لانه مش قادر يوصل للشخص الناجح، عجز لانه مش قادر يوصل للنادي الناجح. هي دي قيمه النادي الاهلي وعراقه اسم النادي الاهلي. كل الانديه المصريه عندها تاريخ ولكن ما عندهاش بطولات. ما عندهاش بطولات لان اللعيب فيهم اللعيب فينا، لان احنا ما نقدرش نعمل نفس اللي بيعمله النادي الاهلي في كل شيء، من الاستمراريه والاستقرار والسبونسرز وكل شيء. مروان عطيه جه الاتحاد من السنه اللي فاتت عامل 11 بطوله يا جماعه. عمر الساعي جه من الاسماعيلي من عندنا بقى له 3 شهور كسبان بطولتين، واحده لعبها والثاني ما لعبش. حاجه غريبه جدا. وبالتالي ننتقد النادي الاهلي ويطلع ناس تشكك في النادي الاهلي ويطلع ناس تتكلم تقول لك اصله واخد كل حاجه. واخد كل حاجه فين؟ واخد كل حاجه لانه هو قوي، قوي فنيا واستقرار واداره وماده وكل شيء. وده مش جاي بالساهل، لا، ده جاي بالتبعيه، جاي بالاستمرار، جاي بان اللي بيمشي بيجي اللي بعده بيكمل على اللي بعده، او اذا كان ما كملش اسم النادي الاهلي كبير جدا جدا. وده كنت لازم اقول في المقدمه لان حق النادي الاهلي كواحد من اعظم القلعات الرياضيه اللي مش موجوده في مصر، هي اللي موجوده في افريقيا وفي الوطن العربي. والعرب بيقولوا الكلام ده، افريقيا بتقول الكلام ده، ان النادي الاهلي من اعظم قلعه موجوده في القاره الافريقيه في الوطن العربي. دي حقيقه يعني. مش لازم ندفن دماغنا في الرمل. انا لو عاوز انجح لازم ابص النادي الاهلي نجح ازاي، ابص لكابتن الخطيب نجح ازاي والناس اللي معاه عشان انجح. مش عيب نروح للمباراه وانا من المرات الاولى القليله جدا 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 اللي اروح فيها استاد القاهره والنادي الاهلي بيلعب بطوله قاريه. يمكن لفيت العالم، ربنا وهب عليا نعمه انا الف العالم في كل ملاعب العالم، امريكا الجنوبيه، افريقيا، اسيا، اوروبا. انما للمره الوحيده ايقنت حاجتين. ان اول ما دخلت استاد القاهره
وشفت ملعب استاد القاهره وانا بعمل مباراه مع قناه ابو ظبي الرياضيه، مباراه الاهلي والعين وهارد لك النادي الاهلي ومبروك النادي الاهلي. ايقنت حاجتين، الحاجه الاولى ليه الاهلي بلس 90؟ لانه عنده جمهور كبير جدا 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 يقدر يتعامل مع اللعيبه بشكل والعقاب فوري، وده نجاح. وفكره ان هو يخلص بطوله ويكمل بطوله ثانيه ده جاي من جمهور النادي الاهلي. النقطه الثانيه ان انا فعلا ايقنت النادي الاهلي ما عندوش جمهور، عنده شعب، شعب النادي الاهلي. لما الجمهور يخش من الساعه 4 للساعه 11 بعد التتويج وبيشجع لعيبه النادي الاهلي حتى بعد التتويج، يوريك ان ده شعب. عشان كده يعمل رعب في استاد الرعب لاي نادي يلعب النادي الاهلي. طبعا لازم اتكلم فنيا على الطريقه اللي لعب بيها هيرنان كريسبو، دي الطريقه اللي كسب بيها نادي النصر، والطريقه اللي كسب بيها نادي الهلال، ووصل بيها للفاينل السنه اللي فاتت في دوري ابطال اسيا وكسب اوراوانكس. للامانه الشديده العين واحد قدم واحده من اسوء المباريات، ده ناتج من شكل الاهلي وقراءه مارسيل كولر للعين، وناتج ان العين ما قراش الاهلي صح. الاهلي العين لعب بنفس السيستم اللي لعب بيه مع الهلال، وكولر كان ذكي لانه شاف ان قوه العين في سفيان رحيمي في ازاي ما تسدوش مساحه. كره واحده اللي اتلعبت في الدقيقه الثانيه او الثالثه هي فيها شك للامانه يعني، عشان نكون منصفين. ولكن تبص على النادي الاهلي تلاقيه كومباكت كله بيلعبوا في 30 40 متر كلهم مع بعض. ما سابش مساحه لسفيان، ما سابش مساحه لبلاسيوس، ما سابش مساحه لايريك، ما سابش مساحه لبندر وكمان محمد عبد. بل على العكس، ظاهرين الاهلي ما عملوش اي دور هجومي، لا اكرم ولا يحيى عطيه الله. اللي اشتغل شكل هجومي اكتر حسين الشحات وشويه طاهر محمد طاهر. بل على العكس، قوه وامكانيات وسط ملعب العين ما كانش ظاهر بشكل كبير جدا، منها ان يحيى نادر لسه راجع من الاصابه ومش فت. الناحيه الثانيه السرعات اللي عملها باحمد نبيل كوكا وامام عاشور اللي كان في مستوى كبير جدا مع مروان عطيه على الدوري. فبالتالي الكثافه بتاعت النادي الاهلي في وسط الملعب عملوا رتم المباراه، بطئوا رتم المباراه، ما ادوش فرصه للعيبه العين ان هم يعملوا الكونتر اتاك او السرعه على اللونج باس على قلبين الدفاع، وخاصه على ياسر وعلى رامي ربيع. النقطه الثانيه ان كان في تعليمات من مارسيل كولر تحديدا، اول ما الكره تتقطع لازم يجيبوها، لازم. وده حصل في كور كتيره جدا جدا. ما ادوش الفرصه للعين انه يشتغل من تحت، ما ادوش الفرصه للعين انه يعمل لونج باس اللي عملها في ماتش الهلال والنصر، وكان قمه النجاح بالنسبه لسفيان. وده انا وجهه نظري قراءه ممتازه من مارسيل، اللي بنتقده في اوقات كتيره جدا، ولكن المباراه لازم ياخد حقه فيها لانه قدم مباراه على المستوى الجماعي ممتاز، على مستوى قراءه الخصم اكثر من رائعه، على مستوى كمان انه الضغط والتيمبو بتاع المباراه يكون في ايده هو، مع طبعا الكره الثانيه او الضغط على لعيبه العين في عدم اللعب اللونج باس على ياسر وعلى رامي. الرابعه او الخامسه انه رمى ياسر على سفيان، لان ياسر اسرع من ربيعه، لان رابي يلعب كره من تحت، ياسر اسرع، هي كره واحده بعد كده ما اتكررتش لان الفرقه كلها اشتغلت على 30 35 متر من نص الملعب، وده يعجز نادي العين. المشكله الاكبر ان انت في الملعب ما كانوش شغالين كوره لان كان عليهم ضغط، حتى كوامين كاردوزو سيئين جدا جدا. وده بياكد لي ان هيرنان ما قراش الاهلي صح. شاف مباراه الاهلي والزمالك اللي هي خلصت في كاس السوبر المحلي بركلات الترجيح، وحكم على النادي الاهلي بمباراه واحده، على عكس مارسيل اللي شافوا النصر وشافوا الهلال وشافوا كمان المباراه الاخيره مع الغلطه ومع السد، ومباراه الهلال الاخيره بتاعت 5-4. فبالتالي عمل دراسه وقرايه ممتازه في اللعب 4-3-3 4-1 4-1 لما كان عاوز، ازاي يشتغل بطهر على حساب بيرسيتاو بالشحات واسامه ابو علي، وكمان على السرعات اللي موجوده على قلبين الدفاع للعين اللي ما قدرش يعملها العين. العين اتاخر كتير جدا هاجم كريسبو، وانا ما اقدرش افهم السيجوفا على حساب محمد عباس. طب ما انت عندك لعبه وممكن تجيب تاكو على اليمين وتخلي بلاتوس يلعب تحت راس الحربه، وسفيان ويلعب بلعب راس حربه. ده انت ريحت الاهلي، لان اللعيب الوحيد المحطم، اللعيب الوحيد اللي يسند على اثنين قلبين دفاع بيلعبوا قريبين جدا من بعض نص الملعب وخط الدفاع، هو الوحيد اللي ممكن يريح نص ملعبك. انت ما قريتش الجيم صح. فبالتالي ان مارسيل كولر ضحك عليك لانه اراك اشتغل صح على نفسه. ده طبعا مباراه عرض لك النادي العين، قمه الاحترام ما بين الجمهورين في ارضيه الملعب، قمه الاحترام
من القنوات الناقله وخاصه ابو ظبي الرياضيه حتى بعد انتصارها 3-0 لممثل الامارات وممثل قنوات ابو ظبي الرياضيه في النادي العين. ولكن ده بيورينا الاحترام الكبير جدا جدا في مباراه كره القدم بينظمها الاتحاد الدولي الجديد. ناس بتقول البطوله اسمها ايه؟ انا ماليش علاقه. دي بطوله من شغل الاتحاد الدولي، انفانتينو والمكتب التنفيذي. المباراه العين لعب اوكلاند كسبه، العين لعب الاهلي، الاهلي كسب العين. الاهلي بعد كده هيلعب في السيمي فاينال مع الكسبان من بطل امريكا الجنوبيه وباتشوكا المكسيكي. بطوله العين كسب اوكرانوس، الاهلي كسب بطل اسيا اللي هو زعيم اسيا العين، يبقى كسب زعيم اسيا او بطل اسيا مع الاثنين، وهو اصلا بطل افريقيا وبالتالي هو بطل نص العالم. ده حقه، حق النادي الاهلي. يا جماعه بطلوا الشعارات الزائفه، فكروا في نفسكم، اشتغلوا اكتر، اتعلموا ازاي تنجحوا، اتعلموا ازاي نوصل للمرحله اللي وصلوا لها النادي الاهلي وكل الجمهور وادارات وتاريخ النادي الاهلي. مبروك للاهلي وهارد لك للعين. ونتمنى زي ما سمعت من احد اللاعبين وهو قريب جدا جدا مني، انا بفكر في حاجه كبيره جدا في كاس في بطوله الانتر كونتيننتال في الدوحه. يا رب باذن الله اتمنى، ومش عارف لو وصلوا وعملوا الانجاز الكبير جدا الجمهور الجمهور الاهلي او شعب الاهلي، لا الجمهور الثاني هيقول ايه؟ هيقول برضه ان الناس بتطبل الاهلي، هيقولوا ان الاهلي عنده نفوذ. تاريخ البطولات بتقول انه اعظم قلعه في افريقيا في الوطن. تحياتي ومبروك للنادي الاهلي وهارد لك.